صباح الخير. الساعة دلوقتي 2:30، صاحي متأخر جدا. أنا عارف والله، عايز أظبط نومي، نفسي أظبط نومي، وهحاول إن شاء الله أظبط نومي. لازم أظبط نومي في خلال الفترة الجاية، ولكن أنا حقيقي ما كنتش متخيل إن أنا ممكن أقول أنا نفسي أرجع أنام 3 ساعات تاني. أنا دلوقتي بنام مثلا 6 ساعات 7 ساعات، اللي هو المعدل الطبيعي بتاع الناس الطبيعية. أنا متضايق من الموضوع ده، مش حابب الموضوع ده. هو يعني لا يمكن كنت أتخيل إن أنا أقول أنا عايز أرجع أنام 3 ساعات تاني وهبقى مبسوط جدا. أنا لما كنت بنام 3 ساعات أنا كنت متضايق إن أنا بنام 3 ساعات بسبب إن أنا كان عندي وقت كتير. لسه الواحد ما كانش قدر يوظف الوقت ده كله في حاجات مفيدة، فكان في وقت كتير فاضي، فأنا ما بستغلش الوقت ده. لكن دلوقتي أنا محتاج الوقت اللي أنا بنام فيه ده، فأنا محتاج أرجع أنام 3 ساعات تاني. فأنا ما بنامش 3 ساعات تاني، فموضوع رخم الصراحة. وموضوع تاني يعني هي الواحد لما فاهم، لما بيبقى في حاجة في إيده ويتبطر عليها بتروح منه. فهي دي الدنيا يا جدعان. ولكن أنا بجد عمري ما كنت أتخيل إن أنا هقول عايز أرجع أنام 3 ساعات تاني، وأنا فعلا دلوقتي عايز أرجع أنام 3 ساعات تاني بدل الوقت الكتير جدا اللي أنا بنام فيه ده، اللي هو 6 7 ساعات. ده كتير جدا بالنسبة لي وبالنسبة اللي أنا كنت بنامه. مش عارف إيه اللي بيحصل الفترة دي، بس تمام يعني هحاول أستغل الساعة ونص اللي عندي قبل ما الكهرباء تقطع دول، أو ساعة أو وات ايفر. دلوقتي بقى ساعة وقد إيه، لكن هو في ساعة أكيد قبل ما الكهرباء تقطع، هحاول أستغلها دلوقتي. حاليا دلوقتي انا خلصت اديت الفلوج اللي هينزل النهارده، وفي نفس الوقت عملت له ريندر. المفروض ان انا انزل اعمل له ابلود دلوقتي، ولكن في مشكله بقى. الابل ايفنت شغال دلوقتي، اللي بيعلنوا عنه السوفت وير الجديد بتاعهم، بتاع الفيجن او اس الاي او اس، وكل السوفت وير بتاعهم الجديد والحاجات الجديده بتاعتهم كلها. فانا المفروض ان انا اتفرج على الايفنت ده، بسبب ان انا بفكر ان انا او معايا الوقت الحمد لله ان انا اقدر اعمل له ملخص واعمل فيديو بيتكلم عن الموضوع ده ينزل على المين تشانل بتاعتي. المشكله ان انا ورايا حاجات كتير جدا محتاج اعملها، وان انا محتاج انزل اعمل ابلود الفيديو دلوقتي، بسبب ان الوقت خلاص يعني مش هينفع اجل ان انا انزل اعمل ابلود الفيديو اكتر من كده. فالوقت صعب جدا معايا، وانا في حاجات كتير محتاج انزل اعملها، وفي نفس الوقت مش هلحق اكمل الفرجه على الايفنت. فالفتره الجايه دي ضغط جدا، فيلا بينا ننزل نعمل ابلود الفيديو بسرعه عشان الحق اخلص الحاجات اللي ورايا. لسه عامل ابلود للفيديو دلوقتي، ولكن في شويه هوا حلوين جدا بعيدا عن الحر بتاع الصبح ده. في شويه هوا حلوين. بس انا رايح البيت دلوقتي، هاخد المروحه وانزل اوديها تتصلح. فاليوم النهارده سريع، في حاجات مش عارف جت في نهايه اليوم كده ليه المروحه جت بوس، فانا مضطر انزل اخدها عشان انا اصلحها. فحاجات كتير جت في نهايه اليوم كده، فانا مروح دلوقتي اخدها وانزل اصلحها. المشكلة ان انا عايز اتفرج على قبل الايفنت يا جماعه، عايز اتفرج على الايفنت ده، عايز اعرف السوفت وير الجديد فيه، عايز اعرف الكلام ده كله. بس مش مكتوب لنا دلوقتي يعني، بس في نهايه اليوم هتفرج عليه اكيد يعني. 5 hours later. وقت كتير جدا بره عشان اصلح المروحه، ولكن اخيرا صلحت المروحه من الساعه 9 لحد الساعه 12 ونص. طبعا هو قال لي سيب المروحه، ولكن لو كنت سبت المروحه ورحت تاني يوم كنت هقف نفس الوقت ده، ولو كنت رحت تاني يوم وقال لي تعالى بعده فكنت هروح اقف نفس الوقت ده. هو المشكله عندنا هنا في مصر الصناعيه ما عندهاش كلمه، فهو لو قال لك بكره يعني مش بكره، بكره دي بعد اسبوع مثلا. قال لك يعني كمان ساعه دي يعني بكره بعد بكره. مفيش كلمه هنا للصناعيه في مصر، فانت لازم تقف لحد ما يعمل لك الحاجه، والا كده مش هتاخد الحاجه. ولكن اهم حاجه ان انا عملت المروحه. والمفاجاه بالنسبه لي ان اول لما جيت البيت، المروحه اللي عندي دي ما بتعمل صوت محتاجه تغير بيل. دي كل سنه كده كده يعني، الناس اللي في مصر وما عندها مراوح وكده عارف ان كل سنه بتغير المروحه بيل. فاتفاجئ ان هي دلوقتي لا معلش انت مش رحت صلحت مروحه. طب انا عايز اتصلح، مش فاهم بجد يعني. في ما كانت تعمل الصوت ده من بدري كنت اخدها معايا مره واحده، ولكن يلا هاخدها بعد العيد بقى ان شاء الله، لان انا مش هروح تاني، مش فاضي الفتره الجايه دي. المهم ورايا النهارده اكتر من حاجه، منها ان انا اغير شويه صمبلين، هنحط بقى الكاميرا بعيد هنا، بقالنا كتير او ما حطيناش الكاميرا بعيد هنا. ورايا شويه شغل يعني، وشويه حاجات لازم تخلص. فهنبدا اول حاجه بان انا اغير شويه صمبلين. هو مش شويه، هو فيديو واحد بس اللي انا جات لي فكره الصمبلين ليه، فانا اغير الصمبلين بتاعته للفكره اللي جات لي دلوقتي. فهو بس يعني فيديو واحد اللي هنغير الصمبلين بتاعه، ان شاء الله ما يبقاش اكتر من كده ويبقى فيديو واحد.
بعد ما بهدلت المكتب ورايا كده زي ما انتم شايفين وبهدلت الدنيا كلها، طلعت حاجات كتير جدا كانت متعانه. خدت صوره واحده بس، هو فيديو واحد اللي انا غير الصمبليل، هتلاقي الفيديو فوق في الاي هنا. الصوره هتعجبك ان شاء الله. الصوره عجباني، الصوره طلعت زي ما انا كنت متخيلها، يعني صوره نوعا ما كويسه معبره اكتر عن الفيديو، اكتر من الصوره اللي موجوده او من الصمبليل اللي موجوده للفيديو. كنت محتاج فعلا ان انا اغير الصوره دي بسبب ان دي اللي انا صورتها دلوقتي دي معبره اكتر عن الفيديو او عن محتوى الفيديو. اللي هيشوفها يخش على الفيديو اللي هي معبره اكتر عن محتوى الفيديو، فغيرت الصوره دي دلوقتي. فالمهم دلوقتي في شويه شغل، يعني المفروض بقى الكاميرا دي كانت تبقى منقوله ورا هنا، ولكن حبيت ان انا اتكلم كده زي ما انتم شايفين يعني. ففي شويه شغل ممل يعني من اللي انا ما خلصتوش امبارح، يعني اخلص شويه النهارده يعني من اللي انا كاتبهم هنا. فاضل لي بس ايه شويه كده، احاول اخلص شويه النهارده. مش هقعد الصراحه 50 دقيقه بسبب ان انا خلاص كده اليوم بينتهي معايا وانا عايز انام، فمش هقعد 50 دقيقه النهارده. فهقعد بس مثلا ربع ساعه اخلص بس ايه تاسك واحده من الحاجات اللي عليا دي. وبكره ان شاء الله نقعد مع بعض فتره اطول ان انا اخلص الحاجات اللي عليا، ولكن هي تاسك واحده بس اللي انا اخلصها. الحاجات الموجوده عليا فاضل لي ايه، فاضل لي شويه حلوين يعني واخلص، ولكن هي تاسك واحده بس اللي انا اقعد اشتغل عليها دلوقتي، بسبب ان قعدنا وقت كتير جدا بنصلح المروحه فخدت وقت كتير جدا، فمش هطول وانا قاعد شغال على التاسك. قعدت دلوقتي تقريبا نص ساعة أو 35 دقيقة بالظبط، لو نتكلم بالظبط يعني عدد الدقايق اللي أنا قعدتها. خلصت الصراحة 3 تاسك، يعني ده كان أكتر من اللي أنا قلته. أنا قلت هي تاسك واحدة، ولكن لقيت إن أنا متحمس للشغل أكتر، لقيت إن أنا حابب أنجز أكتر، فعملت 3 تاسك. لسه فاضلي شوية حلوين يعني، مش كتير قوي يعني، أنجزت كتير جدا. مبقاليش كتير وأخلص في الشغل ده بالذات، في الحاجات دي بالذات وأخلص يعني، بعيدا عن الإيديتنج كده كده كل يوم، ولكن دي حاجات تانية بره الإيديتنج، شغل تاني بره الإيديتنج. فخلصت فيه كميه كويسه جدا، انجزت الصراحه. فده بالنسبه لي احسن نهايه اليوم، ان انا اكون انجزت حاجات كتير. الساعه دلوقتي 6 الصبح بالمناسبه، يعني شايف يعني اليوم عدى بسرعه ازاي، لدرجه ان احنا بقينا 6 الصبح. الصراحه اقفل شغل على كده، اقفل كل حاجه على كده، وهنام دلوقتي بسبب ان انا عايز الصراحه اصحى على الظهر كده، بسبب ان انا احاول اصحى بدري لحد ما اظبط نومي. ولكن دي كانت كل حاجه النهارده. يوم خفيف، يوم لذيذ، يوم بسيط نوعا ما. ان شاء الله اليوم ده يكون عجبكم، ان شاء الله يكون يوم كويس. انا بالنسبه لي نوعا ما يعني يوم متوسط. لو اليوم ده هياخد ريت مثلا، هندي اليوم ده ريت 5/10. فان شاء الله الايام الجايه احسن. خلينا متفائلين كده بالايام الجايه، خلينا متفائلين على طول يعني، عشان نلاقي طاقه ايجابيه مقابلنا او نلاقي تفاؤل مقابلنا. فدي كانت كل حاجه لحد النهارده. كفايه كده رغي، كفايه رغي. دي كانت كل حاجه. اشوفكم بكره، سلام.